يا ترى عمرنا فكرنا ازاي حركة بسيطة زي دوران عجلة في محطة كهرباء ممكن تنور مدينة كاملة؟ اليوم هنكتشف السر ورا العبقرية الميكانيكية دي، الدينامو، الآلة اللي حولت الحركة لكهرباء. وهو ده بالظبط السؤال الأساسي. في الشرح ده هنتبع مع بعض الرحلة المذهلة دي، إزاي بنحول الحركة لطاقة من مجرد فكرة فيزيائية بسيطة للقوة اللي بتشغل عالمنا كله النهاردة. طيب، خلونا نبدأ من الأساس. كل التكنولوجيا دي وكل القوة دي أصلها كله فكرة واحدة بس، مبدأ فيزيائي واحد كان هو حجر الأساس لكل حاجة جت بعده. المبدأ ده اسمه الحث الكهرومغناطيسي. وببساطة شديدة لما بنحرك سلك جنب مغناطيس، الحركة دي بتدفع الإلكترونات جوه السلك إنها تتحرك، والحركة دي هي اللي بتعمل تيار كهربائي. هي دي العلاقة السحرية بين الحركة والكهرباء. تمام، يعني احنا معانا المبدأ، بس السؤال بقى ازاي ناخد الفكرة العبقرية دي عن الحركة والمغناطيس ونحولها لآلة شغالة فعلا، آلة تقدر تولد طاقة بشكل مستمر. يلا بينا نجمع قطع الدينامو سوا. الموضوع كله بيبدأ بحاجتين اتنين بس. أول حاجة محتاجين مغناطيس قوي عشان يعمل مجال مغناطيسي، وتاني حاجة ملف أسلاك هنخليه يلف جوه المجال ده. شايفين البساطة؟ هي دي العبقرية. ولما الملف ده يبتدي يلف جوه المجال المغناطيسي، الأسلاك بتاعته كأنها بتقطع خطوط المجال دي بشكل مستمر، والاضطراب ده هو اللي بيزق التيار الكهربي وبيخليه يمشي في السلك بالظبط زي ما المبدأ قال. الحركة بتخلق كهرباء. وها، نجحنا في كهرباء. بس لحظة، هنا بتظهر لنا مشكلة، وممكن تكون مشكلة صعبة قوي محدش يتوقعها. إننا نولد الكهرباء ده شيء، وإننا نسحبها من آلة بتلف على طول ده شيء تاني خالص. ممكن حد يفكر إن الحل سهل، مجرد نوصل سلكين وخلاص. لكن لأ، الحركة الدورانية المستمرة دي بتعمل كارثة حرفياً. لو وصلنا الأسلاك بشكل مباشر، إحنا كده رايحين لمشكلة أكيدة. تخيلوا كده، مع كل لفة السلك بيلف على نفسه ويتعقد أكتر وأكتر لحد ما في الآخر أكيد هيتقطع. يعني نفس الدوران اللي بيولد الطاقة هو اللي هيدمر السلك اللي بينقلها. وزي ما بنقول لكل مشكلة كبيرة حل عبقري، وعشان يتغلبوا على ورطة الأسلاك دي المهندسين لقوا مخرج ذكي جدا من جزئين بيسمح للكهرباء تخرج من الآلة اللي بتلف دي بكل سهولة. الصورة دي بتلخص كل حاجة. شوفوا الفرق بين الكارثة اللي كانت ممكن تحصل والتصميم العملي السلس اللي وصلوا له. نقلة من المستحيل للممكن بفضل مكونين بساط جدا. الحل العبقري كان في حاجتين: حلقات الانزلاق والفرش. الحلقات المعدنية دي بتلف مع الملف نفسه، أما الفرش اللي معمولة من الكربون فبتكون ثابتة في مكانها، وكل وظيفتها إنها تلمس الحلقات دي وهي بتلف عشان تاخد منها الكهرباء. هي دي الطريقة اللي بتشتغل بيها. الفرش مش ملزوقة في الحلقات، لا، هي يدوب بتلمسها وهي بتلف، كأنها بتجمع أو بتشفط الكهرباء من على السطح بتاعها وتوصلها للدايرة الخارجية، وبكده الكهرباء بتتدفق من غير أي تشابك في الأسلاك. طيب دلوقتي احنا حلينا المشكلة الميكانيكية، بس في النهاية ايه نوع الكهرباء اللي الآلة الذكية دي بتطلعها؟ بسبب ان الملف بيلف باستمرار، فكل ناحية من السلك بتتحرك مرة لفوق ومرة لتحت جوه المجال المغناطيسي. التغيير ده في اتجاه الحركة هو اللي بيخلي التيار الكهربي نفسه يغير اتجاهه باستمرار رايح جاي، وده اللي بنسميه التيار المتردد. وفي معظم بلادنا تغيير الاتجاه ده بيحصل 50 مرة في الثانية الواحدة. التردد ده بنسميه 50 هرتز، وهو ده بالظبط نوع الكهرباء اللي بتوصل لبيوتنا كلنا وبتشغل أجهزتنا. فكروا فيها، الحركة البسيطة دي اللي بتخلي التيار يروح ويجي هي اللي بتشغل عالمنا كله تقريباً. عشان كده المرة الجاية لما نور يشتغل نقدر نتخيل الدوران الأنيق ده اللي بيحصل في محطة الكهرباء عشان يوصلنا النور ده. إذن بدأنا بمبدأ فيزيائي بسيط، وصلنا لحل هندسي عبقري، وشفنا إزاي آلة بسيطة جدا هي أساس عالمنا الكهربائي. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم جدا للمستقبل: لو دي كانت البداية، يا ترى إيه هي الابتكارات الجاية اللي ممكن تغير شكل مستقبل الطاقة بالكامل؟